الله تعالى وبركاته. توج الدولي المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل رياضي عربي ضمن تظاهرة جوي أوردايز في دورته سنة 2023 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية. وتفوق أشرف حكيمي على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والسعودي سالم الدوسري ومواطنه سائق الراليات يزيد الراجحي. وأعلن تركي آل الشيخ عن فوز حكيمي ضمن فئة الرياضي المفضل عربيا بتصويت الجمهور، مشيرا إلى أن حكيمي يستحق ذلك عن جدارة. وسلم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه جائزة الرياضي المفضل لأشرف حكيمي ووالدته. مليون خط، مرضي الوالدين مرضي مهمته. من جهته أعرب الدول المغرب ونجم المنتخب الوطني بمونديال قطر في كلمة له على هامش تتويجه بالجائزة عن سعادته الكبيرة بتواجده في بلد خاص وعزيز على قلبه، السعودية. وتقدم بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على دعوته ووالدته التي تدعمه في مساره، مضيفا أنه يحس بالفخر والحب الذي يصله من الجمهور. كما تقدم بالشكر لفريقه باريس سان جيرمان ولوطنه المغرب. جدير بالذكر أن حكيمي خطف الأنظار لحظة صعوده لاستلام درع التتويج، حيث اصطحب، كلمة دي مليون خط تحتها، الناس اللي بيستحيوا انهم يطلعوا امهاتهم، بيستعروا من امهاتهم. اصطحب معه والدته التي تألقت بدورها بالجلباب المغربي في تظاهرة هي الكبرى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تحتفي بالمشاهير من مختلف المجالات. ومبروك حكيمي ومبروك للمغرب ومبروك لأي شاب أقل حاجة بيوصل إنه يعني يفتخر بأمه. وهذه رسالة للشباب اللي بيشوف أمه إنه عيب، أمي أطلعها، أمي ليست قيمة، أمي مش من مستوى. هذه رسالة ليكم، عمركم ما تقلوا من أمهاتكم.